بسم الله الرحمن الرحيم. العمليات على الجذور التكعيبية. الجذر التكعيبي الألف في الجذر التكعيبي لب بيساوي جذر التكعيبي لألف في ب اللي هي ألف ب. يبقى لما بضرب جذرين تكعيبيين الناتج هو جذر تكعيبي واحد عبارة عن ايه؟ الجذر التكعيبي للألف في الب، العنصر الأولاني في العنصر التاني. والعكس صحيح، لما يكون عندي الجذر التكعيبي لألف في ب اقدر اخد الجذر التكعيبي للالف لوحدها في الجذر التكعيبي للب لوحدها، يبقى الجذر وزعته على الالف والب. طيب لو كان بقى عملية قسمة جذر تكعيبي لألف على ب، اقدر اقسم كمان الجذر، اديه للالف واديه للب، يبقى جذر تكعيبي للالف على الجذر التكعيبي للب. والعكس كمان صحيح، لو هو كان مديني الجذر التكعيبي للالف على الجذر التكعيبي للب اقدر اجمعهم في جذر واحد، يبقى الجذر التكعيبي للكل بقى ألف على ب، بما إنها عملية قسمة يبقى ألف على ب، لو ألف في ب يبقى ألف في ب، وهكذا. يبقى باخد الجذر للعددين اللي عندي، لو كانوا في حالة ضرب ألف في ب بخليهم ألف في ب زي ما هو، في حالة قسمة يبقى ألف على ب. طيب جذر التكعيبي ل54 زي ما كنا بنحل مسائل الجذر التربيعي بالظبط، كنا نختار ايه؟ كنت بشوف العدد اللي مديهولي اللي هو تحت الجذر دوت عبارة عن كام في كام، بحيث ان عدد منهم يكون ايه؟ له جذر تربيعي. لما بتكلم على الجذور التربيعيه له جذر تربيعي رقم عدد صحيح. نفس الكلام هنا ال 54 هشوفها تديني كام في كام، عدد منهم من العددين اللي انا هختارهم يكون له جذر تكعيبي عدد صحيح. ايه هي الجذور التكعيبيه اللي تديني عدد صحيح؟ الواحد اللي هو عباره عن واحد في واحد في واحد، التمانية عباره عن اتنين في اتنين في اتنين، ال27 تلاتة في تلاتة في تلاتة، ال64 أربعة في أربعة في أربعة، وهكذا. 125 خمسة في خمسة في خمسة. فلقيت ال54 عبارة عن 27 في 2، يبقى جذر تكعيبي ال54 هو جذر تكعيبي ل27 في 2، اللي هي كأنها جذر التكعيبي ل27 في الجذر التكعيبي لل2. طب الجذر التكعيبي ل27 ده له جذر يديني 3، أما جذر التكعيبي لل2 ده ملوش جذر، هيفضل زي ما هو جذر التكعيبي لل2، ما بجيبش بيساوي كام يديني عدد مثلا واحد وشوية، لا ما بكتبهاش، بكتبها زي ما هي جذر تكعيبي ل2، يبقى كأنها 3 جذر تكعيبي ل2. فهمنا الفكرة؟ نفس الفكرة الجذر التكعيبي الأولاني أجيبه إزاي؟ جذر التكعيبي ل 250 لو حبينا نحطه كده على الآلة الحاسبة مش هيديني رقم صحيح، هيديني إيه؟ رقم وكسر. فنعمل إيه؟ هشوف ال 250 تقبل كام على كام، يعني كام في كام يديني 250، بحيث إن عدد منهم له جذر تكعيبي من الأرقام اللي احنا قلنا عليها، اللي هي الواحد والتمانية 27 ال64 ال125، دي الأرقام اللي ليها جذور تكعيبية أعداد صحيحة. هلاقي 250 عبارة عن 125 في 2، فيبقى كأنها جذر تكعيبي ل 125 في الجذر التكعيبي للاتنين. طب ال 128 هلاقيها 64 في 2، فيبقى كأنها جذر تكعيبي ل 64 في الجذر التكعيبي للاتنين. أول حاجة الجذر التكعيبي ل 125 في الجذر التكعيبي للاتنين. اولا جذر ال 125 احنا جبناها بكام؟ بخمسة. ما احنا ليه اصلا اخترنا ال 125؟ عشان له جذر تكعيبي رقم اللي هو الخمسة، يبقى كأنها خمسة في جذر تكعيبي للاتنين. طيب الجذر التكعيبي ل 64 له جذر هيديني ايه؟ 4، يبقى ناقص 4 في جذر التكعيبي للاتنين اللي هي 4 جذر تكعيبي للاتنين. دلوقتي اقدر اطرح 5 ناقص 4 تديني 1، يبقى 1 جذر تكعيبي للاتنين اللي هي كأنها جذر تكعيبي للاتنين. هنا بقى بيقول لي اثبت ان الجذر التكعيبي ل 128 زائد الجذر التكعيبي ل 16 ناقص 2 الجذر التكعيبي ل 54 بيساوي 0. ناخدهم حاجة حاجة. ال 128 هشوفها كام في كام؟ هلاقيها 64 في 2. اشمعنى ال 64؟ اتفقنا من الأعداد اللي ليها جذر تكعيبي عدد صحيح، يبقى قسمت ال 128 خليتها جذر التكعيبي ل 64 في جذر التكعيبي للاتنين. لحد دلوقتي اوكي؟ الفكرة واضحة؟ الجذر اللي بعده اللي هو جذر التكعيبي ل 16 يديني ايه؟ جذر 8 في جذر 2. ليه؟ لأن الجذر التكعيبي ل 8 هيديني 2 لو جذر عدد صحيح يعني. تالت واحد، تالت حد، ناقص 2 في الجذر بتاع ال 54، لسه أخدناها في المسألة اللي فاتت، عبارة عن ايه؟ 27 في 2. ال 54 عبارة عن 27 في 2، يبقى كأن ناقص 2 في الجذر التكعيبي ل 27 في الجذر التكعيبي للاتنين. نختصر أول حد،
جذر تكعيبي ل64 هيديني ايه؟ 4 في جذر 2 اللي هي جذر تكعيبي ل2 يعني، زائد الجذر التكعيبي ل8 ب2 في الجذر التكعيبي ل2 برضو، يبقى كأنها 2 جذر تكعيبي ل2. الحد التالت ناقص 2 في جذر التكعيبي ل27 ب3، يبقى كأنها ناقص 2 في 3 في جذر تكعيبي ل2. طيب آخر حد بس اللي هو ناقص 2 في 3، هنختصرها أزيد يعني، ناقص 2 في 3 في جذر تكعيبي ل2 ناقص 2 في 3 بناقص 6 أو سالب 6 يعني، كأنها سالب 6 جذر تكعيبي ل2. دلوقتي هنجمع بقى كلهم جذور 2، يبقى 4 جذر تكعيبي ل2 زائد 2 جذر تكعيبي ل2 ناقص 6 جذر تكعيبي ل2 هلاقيهم يدوني صفر. ليه؟ لأن 4 زائد 2 ب6 ناقص 6 ب0.